بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبنات طلاب الصف الثالث الإعدادي، النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض امتحان محافظة القاهرة في مادة الدراسات الاجتماعية لعام 2023 الترم الأول. السؤال الأول عندي في الجغرافيا: أمام خريطة صماء لقارة أفريقيا. أول حاجة عندي دائرة عرض رئيسية، طبعا دي مدار الجدي. 2 جبال اسمها جبال دراكنزبرج. 3 إقليم نباتي، هنقول الغابات الاستوائية اللي هو طبعا بيقع في الإقليم الاستوائي وشبه الاستوائي. السلالة اسمها السلالة القوقازية. رقم ب: صوب ما تحته خط في العبارات الآتية: من قارات العالم الجديد في نصف الكرة الأرضية الشرقي مديني أمريكا الشمالية. الإجابة خطأ، طبعا هنصوب الخطأ هتبقى أستراليا. أكبر بحر مغلق في العالم هو بحر قزوين. يظهر مناخ الإقليم مين في جميع القارات المأهولة بالسكان؟ يبقى إقليم البحر المتوسط. يوجد في قارة آسيا أكبر دولتين في العالم سكانا هما الصين والهند. بما تفسر رقم ج: ضيق السهول الساحلية في قارة أمريكا الجنوبية غربا بسبب اقتراب جبال الإنديز من ساحل المحيط الهادي. 2 ارتفاع نسبة المتعلمين في مصر، هنقول بسبب زيادة الاهتمام بالتعليم في مراحله المختلفة وجهود الدولة في مجالات محو الأمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. نمرة 3 أهمية هضبة البحيرات الاستوائية، هنقول هي منبع دائم لنهر النيل. امتداد جميع الأقاليم المناخية في قارة آسيا، هنقول بسبب اتساع مساحة قارة آسيا أو بسبب كبر مساحة آسيا وامتدادها في عدد كبير من دوائر العرض بتصل إلى 91 دائرة عرضية. نشوف السؤال الثاني، بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من ما بين الأقواس. تقع هضبة لابرادور في شمال شرق قارة، هتبقى قارة طبعا أمريكا الشمالية. من أشجار الغابات المخروطية هيكون الصنوبر. ينتمي معظم سكان دول شمال أوروبا إلى المجموعة النوردية الشمالية. 4 تؤثر الغابات الموسمية سلبا على توزيع السكان في شمال استراليا. حدد الأثر الناتج عن: نمرة 1 تركز المدن والموارد الاقتصادية بالساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، هنقول أدى إلى تركز السكان بها. 2 تساوي عدد المواليد مع عدد الوفيات في قارة أوروبا، أدى إلى ثبات عدد السكان في قارة أوروبا وأصبح معدل الزيادة الطبيعية يساوي 0. رقم ج: قارن بين كل من نهري الفولجا والسند من حيث القارة التي يقع بها كل نهر. طبعا الفولجا يقع في قارة أوروبا والسند يقع في قارة آسيا. المصب الذي يصب فيه كل نهر، طبعا الفولجا بيصب في بحر قزوين والسند بيصب في البحر العربي ومنه في المحيط الهندي. يعني اللي يكتب البحر العربي صح واللي يكتب المحيط الهندي صح. ثانيا التاريخ. السؤال الثالث: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة مع التصويب. نمرة 1 هزم السلطان العثماني سليم الأول الصفويين في موقعة مرج دابك، هتبقى غلط، في موقعة جالديران. 2 حققت الحملة الفرنسية على مصر أهدافها العسكرية، هنقول طبعا غلط، لم تحقق الحملة الفرنسية أهدافها العسكرية. 3 لم تحقق المحاكم المختلطة الأهداف التي أنشئت من أجلها، العبارة صحيحة يعني صح. اتجه الخديوي إسماعيل إلى التوسع في إنشاء مصانع السكر في الوجه القبلي، برضو العبارة صحيحة يعني صح. ماذا يحدث إذا لم تخضع مصر للحكم العثماني طوال 4 قرون متتالية؟ لم يتم عزلة مصر عن المؤثرات الحضارية الحديثة في أوروبا ولم تتدهور جميع مجالات الحياة. نمرة 2 ماذا يحدث إذا لم يستغل مصطفى كامل حديث الدنشواي للتنديد بالاحتلال البريطاني؟ لم يتم استقالة اللورد كرومر. رقم 3 ماذا يحدث إذا لم توقع مصر على معاهدة 1936 مع بريطانيا؟ لم يتم انتهاء احتلال مصر عسكريا، لم يتم انضمام مصر إلى عضوية عصبة الأمم، لم يتم إلغاء الامتيازات الأجنبية، لم يتم تقوية الجيش المصري للدفاع عن قناة السويس، لم يتم حرية مصر في عقد المعاهدات السياسية مع الدول الأخرى، ولم يتم عودة الجيش المصري إلى السودان. السؤال الرقم ج: أكمل الجدول التالي. قارن بين معركة إمبابة ومعركة كفر الدوار من حيث أطراف المعركة. معركة إمبابة الأطراف طبعا المماليك ضد الفرنسيين، أما كفر الدوار القوات المصرية اللي هم العربيون ضد القوات البريطانية. نتيجة واحدة لكل منهما، معركة إمبابة تم هزيمة المماليك وفرار كل من مراد بك إلى الصعيد وإبراهيم بك والوالي العثماني إلى بلاد الشام. بالنسبة لمعركة كفر الدوار طبعا تمكن العربيون من صد هجمات القوات البريطانية وانسحاب القوات البريطانية إلى الإسكندرية وتحركهم إلى منطقة قناة السويس. بيقول لي تقييمك لقادة كل معركة. طبعا بالنسبة للمماليك كان ينقصهم التخطيط الجيد وعندهم عدم استقرار في اتخاذ القرارات. أما معركة كفر الدوار اتصف العربيون بالبسالة والشجاعة
والتخطيط الجيد والمقاومة الباسلة ضد القوات البريطانية. السؤال الرابع، اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. حاكم جنوب الشام الذي تحالف مع علي بك الكبير هو ظاهر العمر. شرع نابليون في تحصين القاهرة بعد ثورة القاهرة الأولى. دعا محمد فريد إلى إنشاء نقابات للعمال. ترتب على استقالة سعد زغلول تأليف وزارة جديدة برئاسة زيور باشا. رقم ب بيقول لي استنتج العلاقة بين كل من الحملة الفرنسية على مصر والتاريخ المصري القديم. كانت من نتائج الحملة الفرنسية اكتشاف حجر رشيد الذي ساعد في التعرف على التاريخ المصري القديم. رقم 2، السلطان العثماني وفشل الثورة العربية. كان منشور السلطان العثماني بعصيان عرابي كان أحد أسباب فشل الثورة العربية لأنه أدى إلى ضعاف الروح المعنوية عند المصريين. رقم ج بيقول لي وضح دور الزعامة الشعبية في توليد محمد علي حكم مصر. هنقول كان للزعامة الشعبية دور كبير في تعيين محمد علي واليا على مصر، حيث اجتمعوا في يوم 13 مايو 1805 في دار المحكمة وقرروا عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي واليا على مصر بعد أن أخذوا عليه العهود والمواثيق بأن يحكم بالعدل. رقم 2، بما تفسر ازدهار التجارة في عهد محمد علي بسبب ازدهار الزراعة والصناعة والاستقرار الداخلي للبلاد. دلل تاريخيا على ارتفاع مكانة مصر دوليا بسبب حروب اليونان. هنقول بسبب تفاوض الدول الأوروبية مباشرة مع محمد علي دون الرجوع للسلطان العثماني. وبكده تكون انتهت الأسئلة، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. كان معكم مستر سيد عثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.